مساء الخير، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست سؤال على الهواء. أنا شيرين معاكم، والبودكاست موجود على سبوتيفاي وأنغامي وأبل بودكاست. برحب طبعا بكل اللي متابعينا، وبرحب للي انضموا لينا النهاردة جديد وهيسمعوا معنا الحلقة. سؤال الحلقة كان: لو تقدر تمحي مشكلة واحدة من مشاكل العالم تختار تمحي إيه؟ يلا بينا. أولاً بشكركم على التفاعل الكبير على سؤال الحلقة. في كومنتات كتيرة جت، وده طبعاً حاجة بتسعدني أنا شخصياً، وبتخلي عندنا ماتيريال كويسة عشان أقدر أعمل حلقة كويسة. الكومنتس جت ما بين حاجات لها علاقة بالوضع اللوكال، يعني الوضع المجتمعي أو الوضع الداخلي لمنطقتنا، وما بين الحاجات العالمية. وجات ما بين حاجات إنسانية يمكن صعب قوي إن احنا نغيرها بقوانين أو حتى يعني حركة مجتمعية منفردة، ولكن ممكن حركة عالمية زي مثلا التعصب. يعني أنا شخصيا شايفة أن التعصب بشكل عام والإحساس بالفردانية في المجتمع، أنه إحنا مجتمع متفرد، ما احناش جزء من المجتمع الإنساني ككل. يعني مثلا إحنا بيض، إحنا سود، إحنا مسلمين، إحنا عرب، إحنا سكندنافيانز، فإحنا مختلفين. إحساسنا بالاختلاف المرضي مش الاختلاف العادي، لأن المجتمعات طبعا فيها اختلافات، ولكن الإحساس بالتفرد زي ما مثلا بنشوف المجتمع الصهيوني دلوقتي تحول من مجتمع جزء منه حاسس بالصهيونية لمجتمع كامل معتقد أنه أفضل من بقية الناس، معتقد اعتقاد حقيقي أنه أفضل لسبب ما، أنه ربنا اختاره لمهمة ما على حساب البشرية كلها. فعلى رأس الحاجات اللي أنا شخصياً شفت إنها لو انتهت الحياة هتتغير للأحسن هي التعصب، الظلم، الافتراء. ممكن نقول كمان لو البشرية قدرت بعصا موسى إنها تغير الحقد أو تمحي الحقد، لو قدرت تغير عقوق الأبناء مثلاً، مهما الأديان والتقاليد والعادات والمجتمعات بتحض على إن أنت تكون علاقتك بأبوك وأمك علاقة مثالية، لكن العالم ما بيخلوش من ناس ممكن بخلل داخلي جواهم، أو بتراكمات قديمة، أو بأنهم بيحاسبوا أهاليهم على يعني على تصرفات يمكن الأهالي لما عملوها في وقت ما كانوا حاسين إن دي أفضل حاجة، والموضوع يوصل معاهم لقطيعة تامة، إنه الشخص يعني يبطل كي يكلم أهله. ويمكن دي من أفظع الحاجات اللي معتقد إن احنا مش محتاجين عصا موسى عشان نحلها، احنا محتاجين إن احنا نفكر أكتر في أسلوب مثالي، لأننا نقاوم الغلطات اللي في العلاقات دي. طيب، معظم بقى الكومنتس كانت بتتكلم عن 3 مشاكل أساسية: الفقر والمرض والحرب. الحرب طبعاً كل الناس هتروح ناحية فلسطين، لكن العالم مليان حروب. أفغانستان بتضرب طالبان، ولا طالبان بتضرب باكستان، الهند وباكستان بيضربوا بعض، روسيا وأوكرانيا بقالهم سنين، لدرجة إنهم داخلين على إنهم يبقوا عدوا الديوريشن، يعني أو المراحل بتاعة الحرب أو المدة الزمنية بتاعة الحرب العالمية، يعني داخلين أظن على 5 سنة مثلا دلوقتي. لكن طبعا احنا في منطقتنا منشغلين اساسا بمشكله فلسطين، ومن بعدها طبعا مشكله السودان، ومشاكلنا التي لا تنتهي مع الحروب اللي احنا مش عارفين سبب فينا احنا، ولا السبب في تكالب العالم علينا عشان عندنا موارد، ولا السبب في شخصياتنا احنا كمجتمعات يعني فيها عصبيات وقبليات لدرجه انها مش قادره تعدي المرحله دي وتخش العالم الجديد. يعني وقفت عند الامبراطوريه العثمانيه كده وركنت وقالت بس احنا خلاص سايكس بيكو جه قسمنا بلاد وفصلنا عن بعض، شيعة وسنة وزيديين ومش عارف زرادشتيين وملاحدة ولادينيين وقوميين وشيوعيين ورأسماليين. الاختلاف ده مش بتاعنا، احنا كنا قاعدين في الامبراطورية العثمانية كبيرة جدا، لما نزهق من حد او منطقوش نقوم متحركين الناحية التانية، ماشيين البلد بقى، او نروح نتجمع بعيد. فلقينا نفسنا بلد مثلا زي لبنان صغيرة جدا، وشنا في وش بعض، المسيحيين والموارنة والعرب والمسلمين وكله اللي طالع دلوقتي لبنان بيقول لك احنا فينيقيين. الف مبروك. احنا لو فينيقيين في لبنان يبقى احنا في مصريين. انا مش عارفه احنا نقول على نفسنا ايه، رومان على مغول على، انتوا عارفين ان المغول جم عاشوا في مصر
فترة طويلة جدا وواقعيا يعني استقروا في بعض محافظات مصر وتزاوجوا مع المصريين. قبائل الهوارة والقبائل العربية جت عاشت في جنوب مصر برضو فترة طويلة، وبالتالي الصعايدة أصولهم عرب من عرب الجزيرة. طب إيه الحل؟ يعني إيه الحل للميل الفطري عند الجماعات الإنسانية دي في منطقتنا إنها تنعزل؟ يمكن في مصر إلى حد كبير إحنا عندنا بنرجع للقومية دلوقتي القديمة قوي، يعني بيقولوا إحنا فراعنة، علشان ده اللي بيسموه الماجنت أو الأمالجم أو يعني زي اللحمة كده، هي دي اللي بتخلينا كلنا نتعدى خلافاتنا، مسلمين على قبط على عرب بنتعدى خلافاتنا لأننا بنرجع لقومية قديمة قوي. ولكن الدول يمكن الأحدث، يمكن اللي بيضمها أصلا قومية مش قديمة قوي، عايشة في حيرة، لأن هي أو جموع الناس متخيلين إنهم كلهم لازم يبقوا يعني مية واحدة، يعني يبقوا فريق واحد، يعني التيم بيلاعب بعضه زي الأهلي كده في مصر، ما فيش حد يقدر يقف قدامه. وبعدين ما هو المجتمعات اللي ما فيهاش أقليات دي، أو المجتمعات اللي ما فيهاش أقليات دي دلوقتي شبه مستحيلة، والمجتمعات اللي فيها أقليات بيحصل فيها مشاكل. ولو قلنا للبلاد دي كلها أو للناس كلها خليكوا علمانيين، بيفهموا العلمانية بشكل غلط، مع إن العلمانية معناها احترام الكل في حقوقه والتساوي في المواطنة ومنها الأقليات. معرفش إحنا قدامنا سنين ولا هنتعلم مع الوقت، معرفش. نرجع بقى للحاجات اللي الناس، ال3 حاجات اللي الناس اتكلموا على إنهم يتمنوا إنهم يمحوها. فاتكلموا مثلا عن الفقر. الإحصاءات بتقول إن في حوالي 700 مليون إنسان عايشين على أقل من $2.5 دولار في اليوم. يعني كده ببساطة الجلوبال ساوث أو معظمه أو 40% من سكان العالم أصلاً عايشين تحت خط الكفاية. طبعاً معظمه متركز الكلام ده في أفريقيا وتحديداً في جنوب الصحراء. حلول الفقر أو حلول مشكلة الفقر طبعاً مالتي لايرز، يعني خطوات وحاجات متعددة. أنا في نظري على رأسها هتكون الحكومة الرشيدة، إنه يكون في نوع من تداول السلطة وإدخال أفكار جديدة من غير تحيز. ولكن الدول دي محدش بيسيبها في حالها، يعني جنوب الصحراء وغرب القارة الإفريقية ده كله فرنسا بتتدخل فيه باستمرار، لأنه هو مصدر طاقتها، يعني مصدر قوتها مادياً واقتصادياً وامتداد طبيعي للاقتصاد الفرنساوي. فلما يجي حد مش قابل يعني إنه فرنسا تستغله وتملطوا، يعني بيجي يعملوا انقلاب ويشيلوه. فمش سهل ابدا عصا موسى لما تيجي تحل الفقر عن طريق انها بس تجيب حكومات منتخبه. الحكومه المنتخبه دي ممكن ما تجيش على هوا قوه استعماريه قديمه. نفس الحكايه، هل الحل في الفقر ان احنا نوزع الفلوس بالتساوي على الناس، نبقى شيوعيين مثلا؟ كانت الشيوعيه نفعت نفسها. لكن بشكل عام الحل الواقعي للفقر انه دايما الدول تحاول تعمل سيفتي نتورك. يعني ايه؟ يعني مش مهم كلنا نبقى كلنا اغنياء ولا كلنا فوق حد الفقر يعني مستريحين، ولكن ان يبقى زي ما دول مثلا كتيره في اوروبا دلوقتي. طبعا اوروبا ما بتتعرضش للي هي الغزوات الاستعماريه او الكلام ده، فحالها احسن من الجنوب الارض بشكل كبير، ولكن انها تقدر دايما تعمل حد ادنى من كل شيء. يعني حد ادنى من الرعايه الصحيه، حد ادنى من التعليم، حد ادنى من المينيمم ويج. يمكن ده يكون في حل كبير لمساله الفقر. الاسلام كدين حط نظام يحارب الفقر تدريجيا، فحط الزكاه كفرض مش اختيار، في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وحط الصدقه كباب مفتوح طول الوقت، وحط للزكاه مصارف بتشكل تقريبا 90% من الناس اللي في حاجه للمال، اللي انت عارفهم، يعني اللي واضح حاجتهم للمال، سواء ده كان مسكين او كان يعني غارم، او طبعا اتلغت اللي في الرقاب والمؤلفه قلوبهم دي اتلغت. في مصارف الزكاه معروفه، ولكن في جزء اتساب للصدقه اللي هم الناس اللي بيستعفوا، يعني هو انت مش عارف عنه ان هو محتاج الزكاه دي، لكن ممكن يكون هو مثلا عيله ايتام، عيله كان عندها عائل والعائل ده فقد شغله، ايا كان الزكاه هتحل مشكله وتيجي بعدها الصدقه عشان تحل المشكله. واخيرا تشجيع الناس على التراحم فيما بينهم، بغض النظر بقى هم مسلمين ولا مش مسلمين. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان جاره اليهودي بيرمي عليه كل يوم حاجات ويحط له زباله قدام بيته، وحاجه يعني هي سعادتهم ولا هيشتروها، بس يعني هو عامه كان بيؤذيه جدا. فجه يوم الرسول خرج من البيت ما لقاش اليهودي، ما لقاهوش، رمى البتاع ده الزباله دي، فراح سأل عليه، يعني راح قال لمراته هو عيان ولا حاجه. اليهودي ده دخل الاسلام لانه ما تخيلش انه التآقي
شمل غير المسلمين. يعني على عكس العقيدة أو ما تبقى من العقيدة اليهودية، مجتمع مغلق تماما بيتراحم ويحترم بعضه، لكن غير بعضه حيوانات جوينز ما يعتبرهمش بني آدمين. فالمجتمع الإسلامي اللي هو أسسه محمد عليه الصلاة والسلام كان بيرحم بقى جاره اليهودي اللي بيأذيه. تاني مشكلة الناس نفسها تتحل هي المرض. المرض مش مشكلة بتمس الشخص بس، بتمس المجتمع كله. يعني لو المجتمع كله عنده مرض زي مثلا الأنيميا، يعني نعرف إن في مصر لما عملوا دراسات على الأطفال في المدارس لقوا إن في نسبة كبيرة من فقر الدم. فقر الدم ده مرض قد يبدو إنه بسيط، لكن بيقلل على مستوى التركيز، مستوى النمو، مستوى حدة الذكاء. يعني الأساطير بتاعت الطفل المصري ذكي بالفطرة ده كلام فاضي. اللي عنده فقر دم ما بيوصلش لمخه أصلا. يعني الدم المحمل بالأكسجين ده تعريف فقر الدم، نسبة الهيموجلوبين تقل، ونسبة الهيموجلوبين دي هي اللي شايله الأكسجين اللي هو المحرك الأساسي للطاقة في الجسم وفي المخ. المخ بيستهلك نسبة كبيرة. فلما انت اصلا ما عندكش عندك فقر دم، مفيش حديد كفايه دخل ينتجريت مع خلايا الدم الحمراء بتاعتك، فانت لا ذكي ولا بتاع. لكن في المرض الافظع اللي الناس كلها نفسها تمحيه وهو السرطان. يعني بيقول لك ان سنه 21 مثلا مات حوالي 43 مليون انسان بسبب امراض مزمنه زي القلب والسرطان. في المقابل بقى، ودي احصائيه غريبه قوي لما قريتها، لقيت انه في اكتر من مليون شخص بيموت كل سنه بمرض زي السل. احنا كلنا متطعمين ضد الضرن. يعني انا ما اتخيلش مثلا، طبعا في ناس بيجي لها ضرن بسبب نقص مناعه، بسبب حاجات تانية، لكن هل لغايه دلوقتي السل يقتل؟ انا فوجئت ان السل بيقتل، لان مش ناس كلها بتطعم. وطالع كمان في ناس بتطلع انتي فاكس، دول شايفين انه لا، التطعيمات احنا نسيب المناعه مناعه البشر يعني تحارب بقى، يعني فاهم، واللي يشوق في حاجه بقى يورينا. طبعا الناس مش متساويه، ومجرد في سيزن اظن من قبل الكوفيد بفتره كانت الانتي فاكس عليت قوي في امريكا، وجي ناس قال لك انا ما بطعمش ضد الحصبه، فجت الحصبه كلت في وشها مدارس كامله. هل العيال خدوا الحصبه وخدوا مناعه؟ لا، في عيال ماتت، في اطفال ماتت، لانه مناعتها كلها مش زي بعضها. والحاجات اللي هي الامصال اللي موجوده دلوقتي متجربه بقالها 80 ولا 50 سنه، مش زي الامصال اللي طالعه جديد. يعني اثارها قد تكون واضحه جدا انه ملهاش اثار جانبيه، ومش تعملش مع الدي ان ايه ومع الار ان ايه، ومع ذلك ادينا لسه بنتفرج على ناس مش عايزين ياخدوا امصال، وبالتالي السل لازال يقتل في العالم كله. التداوي طبعا رغم ان هو حاجه بديهيه، ورغم انه في ناس كتير يعني مش اغلبيه البشر بيتداووا، لكن في قله طالعه من البشر دلوقتي بتنكر الطب بالمجمل، تقول لك لا انا هاخد الادويه الطبيعيه والعلاجات الطبيعيه، او بسميها الالترناتيف ميديسن. هل في حالات بينفع فيها الالترناتيف ميديسن؟ اكيد يعني في حالات، بس هل في الامراض الكبرى زي مثلا السكر او الضغط او الامراض اللي هي مزمنه، امراض القلب مثلا، ينفع امتنع عن الدواء تماما واستنى ان انا بخفض الملح في الاكل، بخس وبمشي، باكل اكل هيلثي، بقلل التنشن، بلف في الهواء، ده هيخلي الضغط يروح؟ عن تجربه، مش بس عشان انا طبيبه، لا ما بيخليش. يعني انا جربت كذا مره ان انا اعمل ده، لان جالي فتره اقتنعت ان انا مريضه ضغط بسبب وراثه من والدتي، وان انا مريض ضغط من وانا عندي 30 سنه، فلا انا لازم هبطل. فابتدات امشي لايف ستايل هيلثي واهدى بقى، ورحت عمره وقعدت يمكن 5 ايام في العمره، جو روحاني تماما. في اليوم الخامس ضغطي كان 160، ما حدش كلمني ولا جه جنبي، بس كنت هموت، لانه مش كل الطب يعني ممكن تستغنى عنه. ممكن يكون في انواع من الامراض يمكن الوقايه منها بممارسه رياضه، بممارسه روحانيات. ممكن يكون في بعد كده الطب المتوازن اللي هو هيبقى عباره عن الطب اللي هو بالادويه مع الطب اللي هو بالاعشاب. زي انا رحت مره المانيا، فوجئت ان اي حاجه في المانيا انت عيان يقول لك اشرب شاي، بيبعت لك شاي كده هربل، هو كده الالمان ما ده التداوي بتاعهم. بس اجان، هل ده معناه ان هم ما بيتداووش من الامراض المزمنه؟ لا طبعا. طالع بقى جديد قوي حلوه حاجه قريتها، خليني اقول لكم عليها بعد الفاصل.
كنا بنقول إنه في حاجة جديدة في العلاجات طالعة ترند، وبسمع عنها كتير دلوقتي، اللي هي العلاج بالطاقة. الفكرة الأساسية إنه بيقول لك إن جسم الإنسان فيه مجالات للطاقة، وإنه أي مرض سواء كان جسدي أو نفسي بيحصل لما يبقى فيه اختلال في الطاقة دي أو انسداد يعني في مسارات الطاقة. طبعا أنا في دراستي للطب ما كانش عندنا ولا مسارات لا طاقة ولا قنوات ولا شوارع فيها طاقة ولا إشارات حمراء للطاقة ولا الكلام ده كله، ولكن إحنا لازم نبقى منفتحين على إنه في حاجات إحنا ما ورائيات إحنا ما نعرفهاش. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا الأمثال من الأنبياء والناس زي سيدنا أيوب اللي هو مرض عضال، أنا تقريبا عارفة وكان عنده إيه، ولكن الاستحمام بالمية بيت البحر، إن هو دخل غالبا كان البحر الميت خطة برجليه، الله أعلم كان فين بس ده الأغلب يعني، ومع أمر الله برأ من المرض. ولكن إحنا مش أنبياء. الطاقة بقى دي ليها مدارس بتحاول تعمل إعادة لتوازن الطاقة. أشهر المدارس مدرسة اسمها الريكي، ومدرسة اسمها الشاكرات، ومدرسة اسمها العلاج بالأحجار، وحاجة اسمها الأورا. الملفت بقى إن المعالج بيقول إنه بيقدر يعمل وساطة أو بينقل طاقة شافية. طيب هو بيجيب الطاقة دي منين؟ ما الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. الطاقة دي أنا في وجهة نظري البسيطة يعني اللي قبل طبعا النقاش، ويا ريت الناس تبعت لي كومنتس عنها أو قرت في الموضوع ده أكتر وتقول لي، هو بياخدها من أجسام خارجية، يعني غالبا من الجن، غالبا، لأن دي الطاقة اللي موجودة في اليونيفرس بتاعتنا اللي معروفة أنها متصلة بحياة البني آدمين في الراحة وفي الجاية، طاقة الجن والشياطين والملائكة المكلين بأعمال الحياة، ثم سبحان الله ما وراء الطبيعة اللي احنا ما نعرفوش بره حدود اليونيفرس بتاعتنا، أو الالينز مثلا. لكن المثبت اللي حوالينا واللي كلنا عارفينه ومصدقين إنه حوالينا شياطين وجن، فهو وسيط بينك وبين روح ما أو طاقة ما. إيش عرفني بقى أنا الوساطة دي آخرتها إيه؟ يعني دي وساطة خير ولا هتبقى وساطة للعمر كله ويفضل بقى راكبني العفريت بتاعه؟ فأنا لو ما عنديش أوبشن تاني برضو مش هجرب موضوع الطاقة ده. زائد إنه ملوش أي أساس علمي. ده مش معناه إن أنا ما بؤمنش بالحاجة اللي ما شفتلهاش أساس علمي. كلنا عندنا الغيبيات دي، إحنا مش علميا حتى مش مطالبين إن إحنا نفسر كتبنا بصلتها بالعلم. كتب نازلة للتشريع ونازلة للهداية. العلم علم أرضي، ولكن لو ده متعارض مباشرة مع الأفكار الثوابت العلمية، لا هفكر فيه كذا مرة. يعني ما تقوليش إن أنت في مجال ما للطاقة أنت متصل بيه بسبب أنا معرفوش، يا ترى بتعمل طقوس إيه عشان تتصل بيه، وأنا المفروض أبقى متلقي لنتيجة اتصالك ده. وبختك بقى وأنت طلع لك واحد عفريت ولا طلع لك واحد طيب، يعني لا أنصح بيها إطلاقا البتة. تالت يمكن حاجة اللي هم كل الناس متفقة عليها طبعا الحرب، بالذات الحرب في فلسطين. والحرب بقى هنا في فلسطين بتضم بقى معاني العنصرية ومعاني الظلم. لو رحنا على السودان هنلاقي حاجة شبيهة. حتى الخلافات والمشاكل اللي كانت في منطقة دارفور كانت بين القبائل العربية هناك والقبائل، ده في الأساس قبل الحرب الحالية، والقبائل أو الأصول السوداء الغير عربية. وده وارد، دي أفريقيا، يعني فيهم عندهم عرب ومسلمين ومسيحيين، والمنطقة دي فيها وثنيين وفيها أتباع ديانات كتيرة جدا. وعشان يتعايشوا لازم يكون السيستم قابل لهذا التعايش وقابل لهذا المساواة، وده ما حصلش. حصل قمع كتير جدا أيام البشير، وحصل في نفس الوقت ردود أفعال أدينا بنشوف أثارها لغاية دلوقتي. الحرب بتقتل سنويا عشرات الآلاف. يعني غزة مثلا الأرقام دلوقتي بتقول إنها يمكن تكون عدت 100,000 غير اللي لسه تحت الرابلز. ناس استشهدوا في حرب عبثية ستؤدي، مش لن تؤدي إلى شيء، أدت طبعا للتعريف بالموضوع وزيادة وتسليط الضوء على قوة الصهيونية في العالم. وده عمل عند الجيل الجديد إحساس بالحذر منهم، ولكن ده طبعا ممكن يتغلبوا عليه بأشياء كتيرة، وهتؤدي عاجلا أو آجلا لترحيل برضو الفلسطينيين، سواء هيرحلوهم بطريقة يعني كوريدور كده قدامنا كلنا، أو يرحلوهم بطريقة ناعمة. المهم إن الحرب لم تأتي على المنطقة بأي منفعة. فاللي عايزين يمحوا مشكلة فلسطين بيحاولوا إنهم يمحوها من ذاكرة، يعني أو لازم يحاولوا إنهم يمحوها من قلوب الناس. يعني الكراهية اللي اتوجدت دي أنا مش متخيلة أبدا إنها يعني هتنتهي حتى لو الحرب وقفت.
احنا عرفنا مين الناس اللي قتلوا الفلسطينيين، وربنا أجيال من أولادنا على إنهم يعرفوا إنه في عداوة قديمة. هل هيزول؟ أظن إنه مش هيزول غير رد الحقوق، ردها تماما. وده عالم هيحصل إمتى؟ الإسلام دايما بيشوف إن الحرب كره، والحرب شيء يفرض على الإنسان، والحرب دايما بتكون رد فعل. يعني الإسلام ما فيهوش، القرآن ما فيهوش قاتلوهم كده في المطلق، لازم يكون في سبب. ما فيش حاجة في القرآن بتقول روحوا فاغزوا الناس. حتى غزوات الإسلام اللي حصلت، وأنا معترضة جدا على إنها تتسمى غزوات، ولكن غزوات الإسلام اللي حصلت كانت رد فعل لوقوع الناس حوالين المنطقة اللي كان فيها المسلمين بشكل عام في بلاد الروم وبلاد الفرس تحت ظلم باين. يعني أنت متخيل مثلا إن الروم في مصر كانوا مثلا معيشين الناس في إخاء ومساواة؟ مصر على فكرة كان فيها قبط وفيها وثنيين وفيها ديانات قديمة موجودة. الروم كانوا بيعتبروا مصر سلة الخبز، وقهروا المصريين للدرجة، طبعا قهروا المصريين على مذهب مش مذهبهم، المذهب الملكاني بتاع الروم ده غير مذهب المصريين الأرثوذكس. فالمصريين كانوا كارهينهم لدرجة انهم راحوا قابلوا عمرو بن العاص وتفاوضوا معاه، والروم خرجوا من غير، طبعا احنا عندنا بعض الاعتقاد بعض الفتوحات حصل تقدر تقول معارك صغيرة، لكن في الحقيقة عمرو بن العاص على الرايق كده فتح مصر في 9 شهور من غير معارك كبرى ولا أي حاجة، لأنه عرف يتكلم مع أهل البلد، وأهل البلد كانوا شايفين إنه كفاية بقى قرف. يعني ليه ما نقبلش حد هيعمل نوع من المساواة؟ الجزية دي لا شيء. الروم كانوا بيحلبوا مصر، فعليا بيحلبوا مصر، فكانوا يعني 3-4 درهم ولا دينار هندفعهم عن كل واحد، مش هندفع عن الستات والأطفال، ويسيبونا يعني نتعبد على مذهبنا. والإسلام فعلا دخل البلاد دي، ولا أقول غزاها، ولكنه ترك الناس يمارسوا عباداتهم. والدليل إن إحنا في مصر 20% من المصريين أو أكتر قبط مسيحيين. يعني لو الإسلام دخل لقهر الناس على الدين ما كنا قتلناهم، أو كان العرب قتلوهم. لكن إحنا كمصريين بنقول كلنا على نفسنا قبط، أهل يجب كلهم قبط. وبالتالي الحرب في الإسلام من المنظور الإسلامي كره وشيء يعني لا يجب أن تضطر إليه. كون بقى في فتوحات أو في ملوك شافوا إن ده الطريق الأسرع والأمثل للتحقيق الغاية دي مسألة ليها حلقات تانية وعايزة حد بتاع تاريخ، يمكن أنا ما كنش أحسن حد في الموضوع ده. خلينا نتكلم بقى عن إيه اللي ممكن نعمله فعلا من غير عصا موسى لتقليل الضرر ودفع الأخطار بعد الفاصل. كنت بقول لكم إن في حاجات ممكن صغيرة بتعملها act of kindness ممكن تقلل المشاكل والحاجات اللي البشر كلهم بيعانوا منها. دي بيسموها الباترفلاي إفكت أو تأثير الفراشة. اتعمل عنها فيلم لطيف قوي اسمه كلاود أطلس. كلاود أطلس كان بيتبنى الفكرة دي، إنه بيقول إنه الأكت اوف كايندنس على مر العصور وباختلاف الأشخاص ممكن تؤدي إلى نتائج كبرى. إزاي بقى؟ في كلاود أطلس في 6 قصص في 6 عوالم مختلفة، كل فعل صغير في قصة بيأثر على اللي بعدها. النورال إنه لما واحدة في الرواية أظن كانت هالباري بتحاول تكشف قصة فساد أو حاجة بهذا المعنى في ستينات هذا القرن، نفس الشخص اللي أذاها في الوقت ده بعد كده اتحول لشخص في عصر تاني في منطقة تانية من الزمن، شخص أصبح يعني إنسان أفضل ورد الأكت اوف كايندنس. قصة معقدة، ولكن إحنا في الإسلام حتى القرآن بيقول ادفع بالتي هي أحسن لتجدن، أو بما معناه القرآن بيقول بما معناه ادفع بالتي هي أحسن فتجدن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. دي مش الآية بالظبط، أنا بقول بما معناه. الحاجات البسيطة زي إن الرسول عدى على اليهودي سأل عليه، زي إن أنت تعيد على الناس الأقباط أو المسيحيين في الأعياد وهم يعيدوا عليك في الأعياد. act of kindness هتخسر إيه يعني؟ أنت متخيل إنه حياتك أو قيمتك كإنسان متدين مربوطة عند الله سبحانه وتعالى
بان انت يعني تظهر العداء لاي شخص مختلف معاك في الدين وفي الرؤيه. يعني حاسس ان الموضوع ده سطحي ولا يليق باي انسان عاقل انه يفكر فيه. بالعكس، لا تاجل عمل خير، ما تاجلوش، اعمله. والحاجه اللي انت تقدر تشيل بيها بلاء عن اي انسان اعملها، لانها هتترد لك في حاجه تانية، هتترد لك. في ناس بقى بيسالوا سؤال شويه بيزنطي، يعني يقول لك طيب ما هو احنا ليه مثلا ربنا ما يشيلش البلاوي، يعني يشيلها خالص من على البشريه. فبفتكر انه في فيلم انا شفته كان بتاع جيم كاري، وانا من محبي جيم كاري جدا، فيلم قديم قوي اسمه بروس اول مايتي. كان بيطرح السؤال ده، لو اتحلت كل مشاكل العالم هل فعلا هنكون اسعد؟ الفيلم افترض انه بروس او جيم كاري هو مذيع في قناه اخبار محليه، مش مبسوط في حياته، ودايما بيشتكي لربنا انه مش واخد حقه ومش عارف يعيش. في لحظه غضب كده ربنا استدعاه. ربنا هنا طبعا في تجسيد حرام، بس بشكل عام المجسد هنا هو مورجان فريمان، وبيقول له في منتهى الهدوء اوكي انت شايف نفسك هتعمل شغلي احسن، خد بقى الصلاحيات دي، بس عندك 3 شروط. ما تلغيش حريه او اراده الناس خالص، ما تعملش اكت يخرب الكون كله، يعني ما تقولش مثلا بلاش الشمس تطلع بكره مثلا يعني. فبروس فرح قوي جدا في الاول وقال لك طب خلاص انا هستخدم قوتي دي وهعمل القوى الالهيه اللي وصلت لي دي، وهحقق بقى كل احلامي. وبدا يحقق كل احلامه، يعمل حاجات عشان يبهر حبيبته، يكسب فلوس، يتشهر، يستعرض على الناس. وبعدين القوه الالهيه دي لما مسك سلطه ضخمه زي دي، هو لسه مش ناضج كإنسان. الإنسانية بشكل عام مش في مرحلة من النضج إنها تقدر تتصرف بعقل بدون عواطف، وما أظنش إن هي مخلوقة عشان تبقى كده أبدا. فجوانا لسه في طفولة. فبدأ يسمع مشاكل الناس كلها، وكانت جزء من الفيلم إن مشاكل الناس بتيجيله على شكل إيميلات، وبتجيله على شكل أدعية برايرز طول الوقت، لدرجة إن هو خلاص مش قادر بيسمعها طول الليل والنهار، زهق. فراح على الايميلات بتاعته كلها وقام دايس ريبلاي اول، وقام دايس يس، حقق بقى كل امنيات الناس. طبعا الدنيا اتقلبت فوضى، في ناس كسبت ملايين مثلا في اللوتري، فقيمه لما الناس كلها عدد كبيره جدا بقى في ايدها فلوس كتير جدا، العملات كلها انهارت، حصل فيضانات، حصل كوارث اقتصاديه، حصل مشاكل ومصايب في علاقات الناس ببعضها. اللي ما كانش عارف حاجه عن شريك حياته عرفها، اللي كان قاعد في حته ومستخبي وشايف الناس كلها مش هتقدر تلاقيه، لاقوه، لانه دايما هيكون في حد بيدعي اجينست الدعوه بتاعتك. فتحقيق الاحلام او محو الام البشريه بعصا موسى ممكن يبقى وبال كبير جدا. في الاخر بروس اكتشف انه طبعا مش قادر يتحكم في القوه اللي في ايده دي، ورجع لربنا بعد ما اتعلم الدرس إن جزء من معنى الحياة هو الحرية، حرية الاختيار، ثم المعاناة، ثم التجربة والغلط والتعلم. ساعات بشوف ناس بتقول لي يعني لو اتحلت كل مشاكل العالم هنكون أسعد. لا، لأن الإنسان بيتعود بسرعة، بيتكيف، بيحصل له أدابتيشن. فلما مستوى حياتك بتتحسن بعد فترة، المميزات اللي انت فيها، سواء راتب بتاعك كبير، متأمن اقتصاديا، عايش في بيت كويس، عندك هيلث انشورنس، بتتحول لشيء طبيعي. تبتدي المجتمعات تتبرم وتدور على حاجات تانية تشتكي منها. يعني بعد ما كان حلمه بس الأمان والأكل والشرب، بعد ما يتحققوا ده الناس بتبدأ تشغل نفسها بحاجات تانية، بمكانتها مثلا الاجتماعية، بصورتها قدام الناس، بالسلطة، بالباور، بالمعنى، بالهدف. يعني غيب المشاكل في الآخر مش معناه إنه الناس هتبطل تشتكي، ومش معناه إنه عذابات الناس هتقل. هديك مثلا لو بنقسم البلاد لبلاد سعيدة وبلاد تعبانة زي ما بيقولوا، هنلاقي إنه أسعد البلاد هي فنلندا، الدنمارك، أيسلندا، السويد وهولندا. الدول دي مش غنية بس، الدول دي عندها مؤسسات ثقة الناس فيها عالية جدا. يعني الناس هناك بتثق في الحكومات وفي الأحزاب وفي أداء الموظف العام، لدرجة إنه كتير قوي لما بسافر ألمانيا بالذات، أنا بستغرب جدا إنه مثلا أنت بتطلع ما فيش، يعني ألمانيا معروفة إنك بتخش القطر أو بتخش
تحديدا المترو او بتاع ما بتعديش على بوابات. الاندر جراوند عندنا على بوابات عشان لازم تدخل التذكره بتاعتك، وفي معظم اوروبا ببوابات. المانيا ما فيهاش كده، في ثقه في الانتجريتي بتاعت المواطن. مش بس كمان كده، لما بيروح ناس بقى يستنصحوا بيلاقوا انهم طبعا الاوروبيين اتعلموا شويه، بس كانوا عندهم ثقه كمان ان انت مش مضطر تكذب، ده بسبب واقع الحياه الامان اللي حواليهم. فلما يسالك سؤال وانت تقول له مثلا لا ما عرفتش، لا ما شفتش، كان بيصدقك. كل ده مستوى من الامان والثقه وشبكه الامان الاجتماعي. في دول تانية بقى زي مثلا على حسب الاحصاءات العالميه، زي افغانستان، زي لبنان، مناطق الحروب، المناطق دي كلها فيها اتعس ناس. الناس عندها مشاكل كبيرة جدا. طيب هديكم مثل، بلد زي اليابان غنية جدا، معدلات الانتحار فيها عالية جدا. ليه بقى؟ الناس لما بتفضى والمشاكل الأساسية اللي هي مرتبطة بهرم ماسلو، يعني مرتبطة بالاحتياجات الأساسية تتحل، بتبص إن هي بتبقى حساسة ناحية المشاكل النفسية. يعني بتبتدي تبص جوه ذواتها وتسأل نفسها أسئلة ضخمة. هو أنا عايش ليه؟ هو أنا إيه يعني إيه لازمتي؟ إيه المبرر لوجودي؟ في مكان مثلا أماكن تانية زي بلاد الإسكندنافيان، الناس بتنتحر مش علشان الفقر، بتنتحر عشان البلاد فيها وحدة رهيبة، فيها انعزالية، الناس كل واحد عايش في حاله. الضلمة الكتيرة، 6 شهور أو أكتر في السنة ضلمة تامة، الشمس بتطلع وقت بسيط جدا، ده بيأثر على رغبة الإنسان في إن هو يصحى الصبح حتى. يعني رغم إن المشاكل اتحلت المادية، فضل فيه الألم النفسي والوحدة، للدرجة إن نسبة الانتحار عندهم أعلى كتير من بلاد فقيرة. الإنسان لما بيتفرغ للحاجات اللي هي الداخلية بيحصل له حاجة اسمها بارادوكس السعادة، بيسموها زي مثلا في الاسكندنافيا اسمها النورديك بارادوكس. يعني بلد متصدرة مؤشرات السعادة، نورديك جاية من نورث يعني الشمال، لكن عندهم مشاكل جذرية تؤدي للانتحار وحتى العنف. يبقى احنا في الآخر عندنا إحصاءات كتيرة جدا على إنه لا الغنى ولا انعدام المشاكل الكبرى بيسعد الناس، وبرضه وجود المشاكل الصغرى أو المشاكل النفسية ممكن تودي الناس للانتحار. خليني أقول لكم إن دي من أحلى الحلقات اللي أنا يعني عملتها، والحلقة عملت فيها أبحاث كتيرة عشان أوصل بس لخلاصة الموضوع اللي مغلبنا كلنا، اللي أنا أعتقد إن هو السؤال الحقيقي للحلقة، اللي هو إيه معنى أو إيه هي مسببات التعاسة، المسببات الحقيقية للتعاسة. إن شاء الله نبقى نعمل حلقة تانية عن مسببات السعادة قريب جدا. ونفتكر دايما إن إحنا ملزمين بقوة الدعاء، حتى لو الدعاء لا يستجاب فإنه دفع الضرر النفسي بيتحقق بالدعاء. مش مهم إن أنت تدعي فيتحقق لك اللي أنت عايزه، لكن أنت نفسيا بتلزم نفسك أو بتربط نفسك بقوة أكبر من الكون نفسه، وبتحط طموحك إنها تستجيب أو هتعمل أحسن من اللي أنت عايزه، أو هتدفع عنك ضرر أو أذى قد يكون في مدعية أنت ليه نفسك. يعني تدعي نفسك إن أنت يا رب أنا عايزة أدغني، أنا عايز فلوس، وربنا سبحانه وتعالى عارف إنه في كتابك في الكتاب المحفوظ أو في القدر إنه الشخص ده لو معاه فلوس كتير جدا هيبقى متجبر وهيبقى غير صالح. فيمكن بقائك على ندرة الفلوس أرحم وأحسن من عقابك بعد كده في الآخرة لما تفقد إيمانك وفلوسك وضميرك. في الحلقة الجاية هنسألكوا سؤال أحب جدا جدا تكتبوا لي إجاباته في التعليقات، والسؤال بينزل يوم الحد على صفحتي أنا شيرين صلاح على فيسبوك، وعلى صفحات البرنامج على التيك توك وإنستجرام. الحلقة الجاية هنسأل يا ترى إيه اللي بيغير الناس أكتر، قلة الفلوس ولا كسرة القلب؟ أنا شيرين معاكم، وده بودكاست سؤال على الهوا. أشوفكم على خير.